السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. صباح جديد ويوم جديد كله طاقة ونشاط وحيوية. يلا كده قوموا شدوا حيلكم واتنشطوا واعملوا شغل بيتكم، بلاش كسل وبلاش قعدة، كفاية. يلا كده قومي شوفي معاكي شوية مواعين اغسليهم، معاكي هدوم اغسلي وانشري، معاكي حاجة عايزة تتنضف نضفيها، معاكي أكل حلوة كده لولادك اطبخيها. يعني بلاش الكسل ده وبلاش الشيطان يضحك عليكي ويخليكي ايه، تسيبي اللي وراكي وتسيبي مكانك يضرب يقلب كده وانتي قاعدة مكسلة ومأنتخة. لا، كده غلط. احنا ما بنحبش كده، احنا بنحب النشاط ونحب الهمة ونحب نخلص مصالحنا ونعمل كل اللي ورانا، ونقعد بعد كده على رواقة بالنا هادي ورايق وما وراناش اي حاجة، بدل ما احنا نقعد كده متعكرين ومتقدرين وشايلين هم اللي ورانا. انا معاكم اهو، دخلت على المطبخ لقيت كام طبق كده، طبعا لازم اغسلهم عشان اعرف اشتغل على رواقة ويبقى المكان فاضي قدامي. غسلتهم وروقت المطبخ، وبعد كده قلت ايه، هعلق على فرخة عشان اطبخها يعني ونتغدى بيها ان شاء الله انا والعيال. حطيتها طبعا في مية وغسلتها بشوية دقيق عشان الدقيق كويس قوي بيطلع الزفارة من الفراخ. طبعا الفراخ دي انا غسلاها قبل كده كويس جدا ومنضفاها من اي حاجة فيها، وغسلاها بخل وغسلاها برضو بدقيق، وشايلاها نضيفة في الفريزر عشان اما اجي اطبخها اطلعها. يدوب كده بحطها في شوية مية وانقعها في خل وملح وسكر او ليمون مثلا، وبسيبها شوية على بال ما المية تغلي، وبتبقى نضيفة معايا وزي الفل، ما فيهاش زفارة ولا ما فيهاش اي حاجة. ما ينفعش طبعا اشتريها من عند الراجل لو مش هطبخها على طول، ما ينفعش اشيلها في الفريزر، بيبقى فيها دم وفيها حاجات يعني كده برضو لازم تتنضف. فلازم اول ما تشتري الفراخ تنضفيها الاول وتغسليها، لو انتي مش هتطبخيها على طول تشيليها في الفريزر يعني تبقى نضيفة معاكي، بحيث اول ما تيجي تطبخيها تبقى نضيفة زي الفل. اهو غسلتها بالدقيق ونضفتها كويس وشطفتها بالمية، وبعد كده حطيت لها ملح وشوية خل وشوية سكر، وهسيبها تتنقع بقى لحد ما المية تغلي. قلت اعلق على الغسيل جنبي وانا شغالة، علشان يعني طبعا الغسيل بيتراكم لو سيبناه ما بيخلصش، هو اصلا ما بيخلصش لوحده. وهنا حطيت فاصوليا تتسلق على النار، وهنا الفرخة اهو انا حطيتها يعني تتسلق برضو، خلاص استوت. طلعتها اهو سبتها تبرد. انا بطلع الفراخ كده وارش عليها حبة توابل يعني كزبرة وفلفل وكده، عشان برضو بتديها ريحة ونكهة حلوة. وجنبي كانت الغسالة خلصت، طلعت الغسيل اهو، وقلت كمان ايه، اروح انشر قبل الليل ما يليل. كان معايا هدوم يعني نشرها في البلكونة من امبارح، طبعا هلمها الاول قبل ما انشر. الغسيل ما بيخلصش طبعا، احنا على طول غسيل غسيل، يا اما غسيل في الغسالة، غسيل في السبت، غسيل في البلكونة، وغسيل على السرير عايز يتطبق، يعني حاجة كده ما اقولكوش. ارخم خدمة ممكن تخدميها في البيت هي الغسيل. بس الحمد لله الغسالات الاوتوماتيك يعني وفرت علينا تعب كتير ومجهود، وبتساعدنا برضو يعني غير زمان. امهاتنا الله يديهم الصحة يا رب، كانوا زمان الغسالات العادية اللي هي يفضلوا يعصروا بقى ويعبوا ويفضوا الكلام ده كله، فكانوا بيتعبوا جدا. وانا عن نفسي واحدة من الناس اللي حضرت برضو الغسيل ده، وكنت بغسل برضو في يوم من الايام على الغسالة العادية، فكانت تعب ومجهود، تفضلي بقى تعبي وبعد كده تفضي وتعصري ومش عارف تشطفي، فيعني كانت متعبة جدا بصراحة. وكنا بنصحى بدري مخصوص للغسيل عشان نلحق نغسل بدري في الطراوة ونخلص بدري، وبرضو كنا بنفضل نص النهار نغسل في الغسيل، مفيش فايدة. وكنا نخلص بقى غسيل ونبقى تعبانين جدا وحيلنا مهدود، يعني حاجة كده ما اقولكوش، اللي جرب الحاجات دي اكيد عارفها. فيعني دلوقتي الحمد لله الغسالات الاوتوماتيك ما خلتش حد بيتعب، وربنا مسهل لنا كل حاجة الحمد لله. يعني احنا في نعمة
كبيرة جدا، يعني معانا حاجات مريحانا ومسهلة علينا أمورنا وشغل بيتنا. صحيح الحياة بقت متعبة وصعبة، بس برضو ربنا برضو مدينا نعم كتيرة، في ناس مش لاقياها ومش لاقية ربعها، فاحنا نحمد ربنا دايما على كل اللي عندنا. ونقول يا رب دومها نعمة واحفظها من الزوال. بلاش نبص للي في ايدين غيرنا، وبلاش نبص للي معاه اكتر، دايما نبص للي اقل مننا، يعني ما نقولش بقى اقل من غيرنا ولا الكلام ده، الكلام ده حرام. احنا نقول الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا، وفي ناس كتيرة مش لاقية ربع النعمة اللي احنا فيها. فالبني آدم المفروض إن هو دايما يحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها، ويبوس إيده ووشه وظهره ونقول الحمد لله إحنا في نعمة وفضل وأحسن من غيرنا كتير، ونرضى بعيشتنا وبلاش نتكبر عليها. بلاش نبص للي أعلى مننا ونفضل بقى نقول ده إحنا مش عايشين، ده إحنا مش كذا. الكلام ده غلط وحرام ويغضب ربنا. إحنا نقول الحمد لله زي ما قلتلكم، ونرضى بعيشتنا اللي ربنا كتبها علينا. ربنا بيدي البني آدم رزقه كامل 24 قيراط، وبيقسمهم له بقى في كل واحد وحظه. يعني في ناس ربنا بيديها رزقها في الصحة، وفي ناس ربنا بيديهولها في المال، وفي ناس ربنا بيديهولها في الذرية. فيعني كل واحد بياخد رزقه 24 قيراط، مفيش حد ناقص حاجة، مفيش حد يقول أنا أقل من غيري. كل واحد يقول الحمد لله نعمة وفضل على اللي في ايدينا. في ستات كتير بتخرب بيوتها وبتبوظ حياتها بسبب ان هي مش راضية بعيشتها ومش راضية بقليلها ومش عاجبها عيشتها مع جوزها. ده غلط يا جماعة. الواحدة تقول الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. ممكن ربنا يكون مديكي زوج حاله ميسور وعلى قده، لكن قلبه حنين مثلا، بيراعي ربنا فيكي، محافظ عليكي انتي وولادك، بيأكلك لقمة حلال طيبة هنية عشان ما يغضبش ربنا، وعلشان ربنا هيحاسبه عليكي. فما تتبطريش عليه وتخربي بيتك بإيدك. نصيحة مني يعني، ارضي بقليلك وارضي بحياتك اللي ربنا كتبها لك، وعيشي زي ما ربنا أراد. وبلاش تبصي لفوق عشان ما تتعبيش. دايما الإنسان يبص للي أقل منه هيلاقي نفسه مرتاح ومبسوط بعيشته وراضي عنها. لكن طول ما انت باصه لفوق هتتعبي في حياتك ومش هتبقي مبسوطة أبدا، ودايما هتبقي حاسة نفسك قليلة. فاحنا نقول الحمد لله يا رب، احنا في نعمة واحنا في فضل من عندك يا رب، ونقول اللهم دومها نعمة واحفظها من الزوال، علشان زوال النعمة ده صعب جدا، ربنا ما يكتبه علينا. ابسط حاجة هتحسي بالنعمة اللي انت فيها لما تتعبي او يجيلك شوية مرض كده، يعني لا قدر الله، بتحسي ان انت كنت في نعمة لا غنى عنها، وكنت المفروض تحمدي ربنا عليها، فبتحسي بقيمتها اول ما تروح منك. فيعني الحمد لله، ربنا يدينا الصحة ويدينا العافية يا رب، ويدوم علينا النعم. اللهم امين يا رب العالمين. اخدنا بقى الكلام ونسينا احنا كنا بنعمل ايه، بس انتوا اكيد مركزين، يعني اكيد انتوا شايفيني انا كنت بعمل ايه. خلصت نشر الهدوم، وبعد كده دخلت على الشقة عند الانتريه. كان بقالي فترة يعني ما شلتش الفرش بتاعه، فطبعا اكيد بيتطرب ويتبهدل. كنت طبعا بنضف على الماشي، يعني لازم كل يوم طبعا بنفضه كده على الماشي، ولمع كده ترويقة على الماشي، واظبط الدنيا يعني. بس لازم كده كل فترة او ايه قلب الدنيا وشايلة الفرش بتاعه وملمعة بقى ومنضفة، واحس ان المكان رايق كده وبقى نضيف. سبحان الله، كل يوم بنضف وكل يوم بروق، بس اليوم اللي بتنضفي فيه تنظيفة كده حلوة عميقة، بتحسي ان المكان كده بيبرق، بتحسي براحة نفسية فيه، بتحسيه فعلا ان هو نضيف، كأنك ما كنتيش بتنضفي في الاول. اول ما تغيري كده وتشيلي وتحطي وتلمعي بتحسي بفرق بجد يعني. حتى نفسيتك بتبقى مرتاحة وانتي داخلة ولا خارجة، بتحسي ان كده يعني ايه، انا منضفة شقتي ومروقة الدنيا. بتحسي ان انتي مبسوطة يعني اخر انبساط. وادي المطبخ اهو كنت منضفاه ومروقاه طبعا بعد ما خلصت اكل ومفيهوش اي حاجة، بس قلت ايه، اعمل صينية كيكة كده حلوة للعيال عشان نفسنا كانت رايحة لها.
وكانت بنتي عمالة تقولي يا ماما عايزين كيكة عايزين كيكة، وكنت تعبانة ومهدودة، بس قلت زي بعضه يعني اعمل حاجة كده حلوة عشانهم وعشان اكافئ نفسي كمان. ما انتي بتتعبي وبتشقي في البيت، فلازم بعد كده تكافئي نفسك بأي حاجة انتي بتحبيها، وتعملي كده حاجة تروقي بيها على نفسك عشان ما تحسيش تعبك راح على ما فيش. امال ليه؟ امال ليه تعب يعني كده وخلاص، ولا حد مقدرنا ولا حد حاسس بالتعب اللي احنا بنتعبه؟ مش مهم، انتي حسي بتعبك وحسي بقيمة نفسك وكافئي نفسك وروقي على نفسك بأي حاجة انتي بتحبيها. مش مهم اي حد حواليكي، المهم ان انتي راضية عن نفسك ومبسوطة ومرتاحة كده. بصوا يا جماعة، الكيكة اللي انا هعملها يعني سريعة وبسيطة، مش كيكة يعني مكوناتها من البيت ولا حاجة، هو بس البيض وده دقيق مخصوص للكيك انا مشترياه من بره، يعني جاهز من كل حاجة، ما بضيفلهوش بس غير البيض ونص كوباية مية، وبعمله بيطلع ما شاء الله عليه زي الفل، بتطلع الكيكة جميلة زي بتاعت بره، زي الجاتوه بتاع بره اللي احنا بنشتريه. انا بحط لها بس 4 بيضات على نص الكيلو. انا بشتري مثلا كيلو باخد نصه، او انت ممكن تشتري نص كيلو وتحطي عليه 4 بيضات ونص كوباية مية بس، وتفضلي تضربي فيهم بالهاند بلندر لحد ما يطلعوا معاكي بالطريقة دي. شايفينها ناعمة كده وشكلها جميل وبتطلع هشة ومنمنمة كده من جوه، وبحشيها طبعا بالكريمة وبتبقى زي بتاعت بره بالظبط. وبكده يا جماعة الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة مني. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.